بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الابد امين. احبائي، النهارده الحد الثاني من شهر ابيب المبارك، ونبص نلاقي في انجيل هذا الصباح انه بيتكلم يعني عن الطفوله وحياه البر والطهاره والنقاء اللي الانسان المفروض يكون فيها. ولكن تعالوا قبل كده نشوف ان ربنا حط بعض الشروط لدخول الملكوت. يعني مثلا اما ربنا بيقول في يوحنا 3: ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. يعني ان شرط المعمودية لدخول ملكوت ربنا. وايضا في لوقا 13 ما بيقول: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اذا ففي شرط برضو، إن لم يكن الإنسان في حالة توبة مستمرة، وبدون التوبة لا يستطيع الإنسان أن يخلص. فعشان كده دي برضو شرط مهم، إن أولاد الله كلهم برضو في الملكوت بيكونوا مقدسين ومباركين باسم ربنا وعايشين في حياة التوبة. برضو شرط تاني في يوحنا 6 ما بيقول: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. يعني ما فيش حياة بدون التناول. خلي بالكم، يبقى ده برضو شرط مهم قوي لينا عشان نخش ملكوت ربنا. وأيضا في يوحنا 8 بيقول: إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. يبقى شرط الإيمان. إزاي يعني ندخل الملكوت وإحنا بنؤمنش؟ فده برضو شرط أخير. وهكذا يا أحبائي، ربنا جعل هذه الأمور كلها لازمة لخلاص الإنسان: المعمودية، تناول، إيمان، التوبة. والنهاردة نرى شرط آخر يضعه ربنا يسوع المسيح أمامنا، والشرط ده هو الرجوع إلى شبه الأطفال لازما لدخول ملكوت الله. دي حاجة مهمة قوي. فتعالوا معانا أحبائي نبص كده نظرة سريعة عن اللي بيحصل في الدنيا. إيه؟ نبص نلاقي صراع دائم في العالم. إيه الصراع اللي في العالم؟ الناس دايما بتتصارع بفكر العالم: من يكون الأعظم. تعالوا كده شوفوا على مستوى العالم كله، وهيمنة البلاد الكبيرة على الصغيرة، وسيطرة الملوك العظماء على الصغيرين. وهكذا فكر العالم. فكر العالم مليان مشحون بالعظمة والكبرياء، ومن يكون الأعظم والأكبر، من يكون الأكبر، من يكون الأول، من يكون الرئيس والقائد، من يكون الأغنى. ناس تجري مين اللي هو كل واحد بيجري. ده فكر العالم. لكن يعني تعالوا معانا، ولا عجب أن يكون الفكر ده برضو في أولاد الله اللي بيحبوا عايشين مع ربنا وعايزين ربنا. وهو ده اللي حصل بالظبط، إن التلاميذ هم واقفين حوالين ربنا، وجم كده يعني إيه، قالوا له إيه سؤال بقى يعني يشير إلى ما يفكر فيه الناس في العالم. تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ شفتوا بقى يعني العملية، بدل ما كان الناس بتدور أكبر والأعظم والأغنى في الأرض، لا، برضو حتى في الجهة الروحية الصراع موجود عن من يكون هو الأكبر أو الأعظم أو الأحسن في ملكوت السماوات. فعلى طول ربنا يسوع المسيح اللي كان دايما يوضح لتلاميذه ويوضح ليهم بأمثال عشان تفضل الفكرة ثابتة معهم دائما. فراح جاي نادى الولد كده وهم واقفين وأقاموا، وابتدى يقول لهم كده: من أراد أن يكون إيه أولا فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون الأول في ملكوت الله يكون مثل هذا الولد. إن لم ترجعوا، كل كده يقول: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. ده كلام ربنا. والقصة دي شبيهة لها حينما
تكلم عن المعمودية مع نيقوديموس وقال له من لم يولد من الماء والروح لا يستطيع أن يدخل ملكوت الله. فرد نيقوديموس بفكره زي ما احنا بنفكر كده، ايه احنا كبرنا وبقينا 40 و50 و60 و70 سنة، ايه الحكاية هنرجع ازاي نبقى عيال؟ نيقوديموس عمل كده، راح جاي على طول سأل ربنا، قال له ألعلي أصغر تاني وأدخل إلى بطن أمي وأبقى طفل تاني؟ فربنا وضح له قال له لا، دي ميلاد تاني وحياة تانية، إن هي الميلاد من من الروح القدس، من الماء والروح. المعمودية ديت الميلاد الجديد. وبرضو يا أحبائي بنفس المنطق ونفس المفهوم يقصد الرب يسوع المسيح لنا برضو أن احنا نرجع إلى طريقة الطفولة والبراءة في قلوبنا، في أفكارنا اللي بتتشاحن وبتتصارع في الحياة بمفهوم العالم. وللأسف ساعات نعيش بروحانية في بيت ربنا ولكن فينا فكر العالم، نعيش بطريقة العالم. زي ايه مثلا؟ زي سامحوني، لما يبقى واحد مشي من ايمان وداخل على الايمان جديد، فتبص تلاقيه في بعض الطباع والافكار والحركات التي تتبع صفاته الاولى، ويبقى مش زي بقيه ولاد ربنا اللي عايشين بالطريقه المعينه يعني. فنجد الرب يسوع المسيح يضع امام تلاميذه الرجوع الى الطفوله شرط للدخول لملكوت السماوات. ايه يا رب شروط الطفولة وشروط ان احنا نخش؟ ان احنا احد القديسين كده بيقول ايه، ان احنا مش نصغر، ان احنا نكبر. يعني ان الواحد يتنو يكبر في الروح جدا جدا ويصير مثل الاولاد. ان لم يكون الواحد بيكبر في روحانياته لم هيصل لملكوت السماوات، لان كل ما تسمو الروح وتعمل بنشاط في داخل الإنسان، الإنسان يلاقي في داخله البساطة ويلاقي في نفسه الوداعة. وإن كنا أنا مش هروح بعيد ولا غيره، إنما يمكن أدلكم مثل على سبيل المثال. يمكن معظمكم شاف قداسة البابا شنودة، ربنا ينيح نفسه، ويمكن الكثير تعامل معه. اللي بنشوفه قداسة البابا ده بقوته وشدته في الدفاع عن الإيمان والعقيدة وقوته في تعليم الإنجيل وكلام ربنا، إلى أن الذين كانوا يقتربون منه يبصوا يلاقوا في داخله قلب طفل، إنسان بسيط، إنسان وديع، إنسان مريح، يعني إلى أقصى ما الإنسان يتصور. أنا بجيب لكم حاجة إن أنتوا شفتوها وعينتوها ولمستوها في الجلسات اللي كان بيه في احتفالات ولا في أي حاجة، تشوفوا ضحكة البراءة قد إيه. فهو ده إنسان ينمو ويكبر في الروحيات، يبص يلاقي الروح سمت وكبرت، بقت بمستوى قلب وبراءة وطهارة وفكرة طفل. هو ده اللي ربنا يقصده، ان احنا ما ننشغلش باحوال العالم زي ما العالم بينشغل بيه، ان احنا نعيش في العالم بحكمة وافراز وتدقيق، ولكن بقلب وروح الطفل، في بساطة الاطفال وفي ايه الايمان بتاعهم. وده يعني يحتاج مننا ان احنا نعمل شوية خطوات. طب انا هعمل ايه؟ انا انشئت في مكان وفي بيئة وفي موضع، وتعلمت وتثقفت بثقافات المجتمع اللي أنا عايش فيه، أو البيت أو البيئة أو العمل. أعمل إيه في الصفات اللي اكتسبتها؟ اللف والدوران والحوار والمناقشة ورد الكلام بالكلام وعدم احترام الكبير وعدم احترام الكلام بتاع ربنا. أعمل إيه؟ أنا فيا كل الصفات اللي هي غريبة على أولاد الله. أعمل إيه؟ لازم أرجع تاني وأنسكب أمام الله وأقول له قلبا نقيا أخلق في يا الله، روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. هو كده أنسحق قدام ربنا وأقول له يا رب أنا مش محتاج خبرات العالم اللي أنا خدتها،
كل الخبرات يا رب اللي بتدوخني وبتدوخ اللي حواليا ديت أنا مش عايزها. أنا عايز يا رب القلب النقي البسيط اللي أنت حطيته فيا وأنا صغير، اللي كان بيصدق كل حاجة، اللي كان كل حاجة عنده منورة ببراءة، ما كانش أبدا فيها أي عيب أو أي غش. ولذلك أحبائي الموضوع ده عايز جهاد، ولكن الجهاد هو سلبي أكثر منه إيجابي. هو إن الواحد مش بيتجه في نفس الاتجاهات الناس ماشية فيها، لا أنا بتجه اتجاه تاني نحو ما يراه الرب فيا. اتجه ان انا اكون ابن ربنا، وان الرب يسوع المسيح هو المثل الاعلى، هو مثلنا الاعلى في كل شيء. وهو الرب يسوع المسيح هو نموذج الانسان الكامل الذي خلقه الله، لان الله خلق ادم ابونا كلنا، ولكن ادم ابونا اتشتت وسعى فكره في الكبرياء، وسعى فكره في المخالفة وفي المعصية، وخالف كلام ربنا. وبعدين عشان الإنسان ما يجيش يقول لربنا ده أنا يا رب إنسان وأنا مخلوق من التراب، وأنا بميل إلى الخطية وبميل إلى العالم وبميل إلى فكر العالم اللي هو فيه الكبرياء واللي هو فيه العظمة. يقول كده الشيطان كده يقول لأمنا حواء لا، يوم أن تأكلان من الثمرة تصيران مثل الله عارفين الخير. كبرياء، تكبر، وزيادة معرفة. العالم كله بيجري في هذا الاتجاه، إنما ربنا يقول لا، أنتم معرفتوش تقوموا بالدور الحقيقي لخلق الإنسان ووضعه. أنا هاجي أوري لكم إزاي الإنسان يعيش الحياة كلها رغم شرها ورغم قساوتها ورغم ظلمها، إلى أن إزاي أقدر أعيش في وسط هذا العالم بنقاء الإنسان وبساطته، عشان هو ده النموذج. ويقوم يتجسد الرب الابن الكلمة ويجي يكون هو نموذج الرب يسوع اللي يعيش منذ صغره ينمو في النمو والفضيلة وكل شيء، ويبتدي يبقى نموذج قدام الناس كلها، عشان ما يجيش واحد يقول له يا رب انت خلقتني وفي الضعف وما كنتش اقدر انتصر. لا، الرب جه وورانا ازاي يقدر الانسان ينتصر على الشيطان وعلى شهوات العالم وعلى افكار العالم. اذا يا احبائي لابد من الجهاد حتى نعود للبراءة، وحتى نعود للجذور الأولى التي أنشئنا فيها، ونترك الخبرات العالمية الكثيرة التي أضلتنا وتضلنا. فده محتاج مننا التوبة، محتاج مننا أن احنا نرفض العقلانية التي تتعارض مع الإيمان المسلم. تحتاج مننا أن احنا ما نخليش الحاجات العقلانية والمادية هي اللي تغلب الإيمان اللي فينا. مين يقدر يمشي على المية؟ ده الإيمان. مين يقدر ينقل الجبل؟ ده الإيمان. مين يقدر يقف قدام ربنا ويقول له يا أبانا الذي في السماوات؟ إلا براءة الطفل اللي بيثق في أبوه. وأنا واقف وأنا بثق إن ده أبويا، وإن كل حاجة عنده وكل شيء مستطاع في إيده، وأنا بطلب منه هيديني اللي أنا عايزه. هي ده الإيمان. إنما لو أنا أقف مرتاب ومتردد وخايف ومش عارف يا ترى هيعمل معايا ولا لأ، يا ترى ما هو ليه ناس ويعمل معاهم ناس لأ، ويبتدي الأفكار تحاربني، أبتدي أسقط في العقلانية والماديات. الرب يريد لنا أن نرفض الشر بكل طرقه، نرفض الشر ونهرب من الشر، والهروب من الشر فضيلة، وعلمنا الرب أيضا هذه الفضيلة حينما هرب من وجه هيرودس إلى أرض مصر. فأي خطية تعترض ليك ما تستناش، ما تواجههاش، ما تفكرش فيها، ما تتجادلش مع الشر وأهل الشر وخبرات الشر، أو ما تتجادلش مع الشيطان، أو ما تلاقي واحد مناكف دايما كده ويجادل ويرد، ابعد عنه وخليك في حالك وصلي له وصلي لنفسك وخلاص. فهكذا أحبائي البعد عن الشر غنيمة زي ما يسميه المثل، ولكنها فضيلة مسيحية.
يريد الرب لنا أن نكبر في الروح وأن نصغر في الفكر في الشر. فيقول كده كونوا أطفالا في الشر أما في الذهن فكونوا كاملين. يكون الإنسان مش يصنع بقى حاجات، لا، أنت ربنا أكسبك هبات ومواهب وكبرت وتعلمت حاجات، المواهب الروحية استخدمها وأنت كامل الفكر. إنما من ناحية الشر اهرب وما تقفش قدامه. نريد أن نكون أطفالا نرجع لحياة الإيمان البسيطة والقوية، الإيمان اللي هو اللي يقصد به إن اللي يفوق الخيال، إن احنا واثقين بإلهنا إنه يقدر ويستطيع كل شيء. يستطيع أن نقرأ ونعمل بكلام الإنجيل بلا فحص ولا جدال، لأن للأسف في بعض الناس يشيلوا أجزاء من الكتاب المقدس أو آيات أو يفسروها على حسب هواهم، يرتبوها بأي طريقة. فعشان كده لا، احنا نرجع بالإيمان البسيط، نرجع ونصير مثل الأطفال عشان نمتلئ من معرفة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أحبائي، كيف نرجع ونصير مثل الأطفال بعد أن امتلأنا معرفة عقلية حجرت عنا فاعلية الإيمان فينا؟ الإيمان اتحجر، مش قادر يشتغل عشان المعلومات اللي في دماغنا العلمية اللي خدناها من العالم والعادات اللي خدناها بقت هي اللي غالبة. عشان كده لازم عايز جهاد ان احنا نرفض هذه الأفكار كلها. فصرنا نفحص كل شيء بعقلنا، فاحتجزت عنا بساطة الإيمان التي للأطفال. ولكن لنعلم كيف ينادينا الكتاب المقدس. يقول إيه؟ يقول إن كل شيء مستطاع للمؤمن. ده إيمان البراءة والثقة وإيمان الأطفال وإيمان البنوة الحقيقية لله. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الغير مستطاع عند الناس هو مستطاع عند إيه؟ عند ربنا. نتعلم من حياة الآباء القديسين الذين كملوا في الإيمان وسبقونا كيف نعيش كالأطفال، نثق في صدق ويقين شديد في الحياة الأبدية. احنا عايشين ليه؟ احنا مش عايشين عشان ناكل ونشرب ونكبر ونتغني ونبقى أحسن، مش هي دي الحياة. الحياة التي نعيشها على الأرض هي حياة مؤقتة، هي حياة اختبار، إنما هي تشير إلى ما سيكون بعد ذلك. حياتنا على الأرض بتشير وهي نموذج لما نكون فيه في الأبدية. إن كنا ناس مش كويسين في الأرض ملناش مكان في الأبدية، لأن الأبدية فيها كل الناس الأطهار الأنقياء الأبرار. هي فيها قلوب الأطفال البر، الطهارة، النقاء، الطاعة، الحب. هذه هي صفات الأبدية. هي محبة الله في التدابير الإلهية اللي بيدبرها لينا. هو الثقة إن ربنا بيدبر حياتنا وبيدبر كل شيء. هي دي اللي المفروض نكون فيه. مفروض عشان نرجع لحياة براءة الأطفال والطفولة الحقيقية النقية، إن احنا يكون فينا طهارة الأطفال ونقاوة قلوبهم. هذا بالرجوع كل يوم بالتوبة الحقيقية، وأن نتغير عن شكلنا، وأن نجدد أذهاننا بالصلاة والرفض الكامل لكل مناظر الشر والخطية والنجاسة، وإن احنا نطرح خبرتنا الشريرة اللي فيها شهوات ونجاسة عند قدمي الرب يسوع، مثلما فعلت تلك المرأة الخاطئة حينما سكبت دموعها مع خطاياها ومسحت قدمي المخلص بشعرها، فاستحقت أن تعود بسلام قلبي مثل الأطفال بلا خطية حينما قال لها اذهبي بسلام. أنا برضو يا رب مليان شوائب، مليان أفكار، مليان حاجات كلها يا رب أبدا ما تفرحش قلبك. اديني يا رب أسكب نفسي تحت قدميك، واقبل مني يا رب توبتي. أقول له كل يوم إن أنا يا رب أطلب منك يا رب أن تغفر لي خطاياي الكثيرة. يقول لي اذهب بسلام. هو ده اللي أنا عايزه، نعيش في سلام الله زي الأطفال.
الأطفال حياتهم حياة فيها تسليم كامل، عايشين كأن الطفل كده يبقى عايش في إيد أبوه، ولا هم الدنيا اللي ماشية دي مين اللي جنبه ومين اللي قدامه، ولا يهمه مخاوف أيا كان لأن أبوه ماسك في إيده. هل هو ده إيماني إن أنا ابن الله وإن الله معي في كل شيء؟ لو كان الله معنا فمن يكون علينا. نمسك في إيد ربنا بإيمان الأطفال، بإيمان البراءة والصدق واليقين أن الله يستطيع، فإذا سيعطينا الله كل ما نريده. برضو من جهة الطفولة برضو اتضاع الطفولة، فالملامح الأساسية في الطفولة عدم تضخم الذات البشرية. إنسان ما يتنه يكبر في نفسه ويتنه شايف نفسه صغير، يبقى مش طايق نفسه، عمال يفحفر ويجري ويخبط في اللي قدامه واللي حواليه عشان يكبر نفسه. دي مش طريق أبدا طفولة ولا طريق أولاد ربنا. فعشان كده لازم في توبة، توبة تصحح كل الأخطاء. طريق الطفولة يا أحبائي كل يوم نرجع إلى إيه؟ إلى رتبتنا الأولى، ونعلم أن أول علامة أعطيت للتعرف على المسيح كانت هذه. يقول لهم كده: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود، وكان الرب أظهر لنا طريق الملكوت داخل المزود والإمكانيات التي للطفل البسيط. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم أن ربنا ينظر إلى المتضعين، أما المتكبرون فيقاومهم؟ أنت عايز تكون إيه؟ يا ريت يا رب تجد لك مكانا في قلوبنا البسيطة، تجعل يا رب كل الدوشة وكل الأفكار الغريبة التي للعالم يا رب تنسحق وتزول، وتحل أنت بملء نعمتك يا رب ببساطتك في قلوبنا، حتى نعيش ليك يا رب في بساطة الإيمان، في قوة ويقين الإيمان أنك أنت هو أبونا الذي ترعانا. لك المجد.